بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. طمنوني عليكم. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده صينية بطاطس. انا معايا شرايح بطاطس، ومعايا فرخة، ومعايا شرايح طماطم وشرايح فلفل، ومعايا بصل، ومعايا كوبايتين عصير طماطم، ومعايا البهارات، ومعايا معلقة توم. هنبدأ نعمل اول خطوة. الاول هنجيب شرايح البصل كده يا جماعة اللي احنا مقطعينها اهي، هننزل بيها كده. وانا معايا هنا البهارات بتاعه صينيه البطاطس، معايا معلقه ملح صغيره، معلقه كمون، معلقه فلفل اسود، معلقه كزبره صغيره، كل دي معالق صغيره يا جماعه، معلقه بهارات مشكل بهارات فراخ. وهبدا اخد كده حبه صغيرين من كل حبه كده من كل انواع البهارات اللي انا جايباها اهو، وانزل بيهم على البصل اهو اهو. وهبدا ادعك البصله جامد بايدي كده. دي خطوه مهمه على فكره يا جماعه، خطوه مهمه جدا. هدعك البصل جامد كده اهوت بالبهارات. تعالوا نشوفوا بقى الخطوه اللي بعد كده هنعمل ايه مع بعض. احنا معانا يا جماعه حله، هاتوا حله يعني تكون غويطه شويه، وحاطين فيها شويه زيت، عليهم معلقه سمنه، وهبدا انزل بقطع الفراخ عليها. بسم الله. هبدا ان انا يا جماعه اقلب الفراخ مع بعض اهو. شايفين لونها جميل ازاي؟ هبدا ان انا انزل عليها شويه فلفل اسود كده، شويه ملح، شويه بهارات، بس كده. واستنى لما تاخد لون كمان من الناحيه الثانيه وهشيلها كده يا حبايبي. هبدا ان انا اطلع قطع الفراخ اهي. شايفين اللون جميل بتاعها ازاي؟ شايفين لونها جميل ازاي؟ لونها روعه اهو. بس بحبه من البصل كده، مش البصل كله اهو، اديله لون كده، اديلها لون خفيف. بنزل مكان الفراخ يا جماعه، هخلي البصله تاخد لون خفيف كده، بس لون ذهبي خفيف كده. وكده يا حبايبي بعد البصله ما خدت اللون الحلو ده، هبدا انزل بعصير الطماطم عليها اهوت. بعد ما نزلت بعصير الطماطم هبدا انزل بشرايح البطاطس اهيت. كل حاجه هنزل بقى على بعضها بقى يا جماعه اهو. وابدا انزل ببقيه البصل اللي معايا، وابدا انزل بالثومه، وبعدين انزل بالبهارات كلها اهوت، وابدا اقلب كل ده مع بعض، نقلبه مع بعض اهوت. بعد ما نزلت بكل حاجه كده يا حبايبي في صينيه البطاطس او في الحله اللي انا حاطه فيها البطاطس، انا لازم اسيبها تغلي قبل ما ايه، ما ندخلها الفرن. تغلي بره الاول كده شويه، علشان ايه؟ عشان ما تخشش الفرن وهي بارده اهو. بعد ما عملنا كده بقى هبدا انزل عليها بشويه ميه كمان اهو،
اهو هبدأ اقلبها. احنا لازم نحط لها شويه ميه عشان البطاطس تبقاش ايه عايمه على الوش. كمان حبه. هنسيبها بقى تغلي غلوه وبعدين هنقلبها في الصينيه عشان ندخلها الفرن. يا جماعه بعد البطاطس ما بدات تغلي اهوت هاخد منها كبشتين كده من الميه بتاعتها اهو. انا محتاجاهم، هقول لكم هنعمل بيهم ايه دلوقتي اهو. هنبدأ ان احنا بقى ايه نقلب البطاطس دي في الصينيه. هنطفي عليها الاول اهو يا جماعه. هبدأ اقلبها في الصينيه بقى. بسم الله. اهو انا طبعا مولعه الفرن ومخليه على درجه حراره 200 والفرن كده زمانه سخن كويس قوي يا جماعه. قطع الدجاج بقى احطها ايه، قطع الفراخ كده احطها بقى في ايه، في قلب الصينيه. اهو زي ما انتم شايفين. لو حاجه باقيه من الفراخ اهو بنزلها عليها. هبدا اجيب شرايح الطماطم اللي كانت باقيه مننا هننزلها عليها هي وشرايح الفلفل. اهو. واخر خطوه بقى يا جماعه الكبشتين اللي احنا خدناهم اهو هنزلهم على الفراخ عشان يدوا لون لوش الفراخ حلو كده جميل كده. ان شاء الله تجربوا صينيه البطاطس دي هتعجبكم جدا يا جماعه اهو. وكده خلاص هندخلها الفرن. بس انا عايزه اقول لكم معلومه قبل ما ندخلها الفرن عشان صينيه البطاطس ما تنشفش منكم او تطلع ناشفه، بغطا او ورق فويل وهتغلفوها، يا اما بغطا اي غطا عندكم وتغطوا الصينيه وهي في الفرن عشان ما تنشفش مننا. وانا دلوقتي هبدا اغطيها وادخلها الفرن وهوريها لكم لما اخرجها من الفرن ان شاء الله. وده يا حبايبي الشكل الاخير للصينيه بتاعتنا. شايفين شكلها جميل وروعه ازاي؟ شايفين الجمال والحلاوه اهو يا جماعه. البطاطس مستويه. انا حبيت بس اوريكم ان البطاطس استوت كويس اهوت اهو. انا جبت قطعه بصوا اهي، بطاطس مستويه وجميله خالص اهي. الفراخ كمان اهيت، الفراخ مستويه خالص 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 اهيت اهي يا جماعه اهي اهي. الفراخ استوت خالص اهيت اهو. بصوا شكلها روعه، شكلها روعه. مش عايزه اقول لكم على الجمال والحلاوه. ما تنسوش بقى الاشتراك واللايك اللي اول مره يشوف القناه بتاعتنا، وما تنسوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.